رجعنا تاني ومعانا الكابتن احمد شديد قناوي لاعب النادي المصري واللي هينتقل للنادي الاهلي طبعا في الفتره الجايه. مش عارفين هينتقل ولا لا، لسه احمد اللي هيقول لنا دلوقتي، لكن طبعا لعيب مميز جدا ومن احرف اللعيبه في مصر ناحيه الشمال. كابتن احمد ازيك؟ كابتن كريم طبعا انا برحب بحضرتك، وكان نفسي ابقى معاك من زمان من ايام نجوم اف ام، وانا كان كوره اف ام، وانا كان نفسي ابقى موجود مع حضرتك بس ما حصلش نصيب، حصل النهارده. الله يخليك يا ابو حميد. اخبارك ايه؟ انا الحمد لله والله يا كابتن تمام. يعني الفتره دي طبعا ماشيه في شويه مشاكل، لكن الموضوع ان شاء الله مش هيجي بمشاكل، لان انا الحمد لله انا بالنسبه لي اهم حاجه اراضي جمهور بورسعيد، دي المهمه عندي. مش عندي اهم حاجه ان انا اراضي جمهور بورسعيد واراضي مستر كامل ابو علي الراجل المحترم. الراجل ده محترم جدا، عشان نبقى مشيت ما مشيتش انا بقول اهو، انا حتى لو رحت النادي الاهلي الراجل دوت وقف جنب احمد شديد في يوم من الايام، والحمد لله يعني علاقتنا ببعض كويسه، وده اللي انا بطالب بيه، علاقه الجمهور بورسعيد تفضل زي ما هي. انا بقالي 3 سنين يا كابتن كريم في النادي المصري، اللي عملته في النادي المصري ما عملتوش في النادي الاهلي، اديتهم كل ما عندي خالص، ما عنديش اي حاجه تاني. انا كل الموضوع يا كابتن كريم ان انا جيت في بعد نهايه الموسم، لان انا لعبت لاخر مباراه، انا لاعب 8106 دقيقه. انت حاسبها؟ انا حاسبها يا كابتن بالثانيه، لان برضه دي بتفرق مع الجماهير، الناس ما بتاخدش. لا الموسم الكام يا احمد؟ ده الثالث 90 ماتش، يعني 30 في 30 في 30 30 ماتش 30 ماتش في 30. مفيش ايقافات ما شاء الله، مفيش اصابات ولا اكبر يعني، ما خدش انذار في 3 سنين. رغم ان انت بتمثل كتير، خلي بالك، وبتقع كتير ومش عارف بتحصل في انديه تاني بس يا كابتن المهم جيت، فانا رحت قعدت مع، بقول طبعا انا الجمهور المصري بالنسبه لي مش جمهور كده بشوفه في الشارع او بتاع، انا بقعد مع الناس البورسعيديه، بقعد مع يمكن المراسل احمد وجيه اللي هو الراجل دوت بصراحه مخرج بورسعيدي كمان عندنا بيوم فيعني الناس دي بتتعب فعلا هناك بحبوا فرقتهم قوي قوي. طب عايز اعرف ايه المشكله يعني دلوقتي؟ انا عرفت كده طراطيش كلام او عرفت بعض الحاجات طبعا بالنسبه للموضوع انتقالك للنادي الاهلي. النادي الاهلي مخرج نفسه بره الموضوع، بيقول لك يا احمد خلص انت نفسك، وفي شرط جزائي 1.5 مليون في عقدك، لو اتدفع وتمشي. مستر كامل ابو علي بيقول لا، اللي عايز احمد شديد يجي يدفع 5 مليون باين او 5.5 مليون. لا اولا يا كابتن ما فيش حد هيدفع 5 مليون في 6 شهور. 6 شهور دي انت لسه 6 شهور في عقدك. لا انا على كلام مستر كامل. يعني هو برضو اللي هيدفع 5 مليون مش هيدفعها في 6 شهور. يعني ايه في 6 شهور بس قول لي؟ ما هو 6 شهور في العقد. انت عقدك هو على كلامه هو ان الكلام العقد صحيح. لو هو بيتكلم ان العقد صحيح، باقي 6 شهور في العقد. اللي هي السنه من واحد ابقى يعني انت من شهر واحد اللي جاي فري بس كابتن. فهو المشكله ما حدش هيدفع المبلغ ده. هي وفي شرط جزائي فعلا في عقدك 1.5 مليون. اقول لحضرتك برضو ان في تطورات حصلت، يعني الموضوع 5.5 مليون دول مستر كامل قال ان في ناس كانت مفهماه كلام غلط، قالت له ان النادي الاهلي راح خد احمد شديد وتعاقد معاه ومضاه والكلام ده، ولا اي حاجه دي حصلت كده. انا ما قضيتش لاي نادي. انا قلت النادي الاهلي زي ما انت حضرتك قلت خلص نفسك وتعالى، احنا عايزينك. ده اللي النادي الاهلي قاله، ان احنا عايزينك. وانا رغبتي يا كابتن في اكتر من نادي في مصر، يعني مش النادي الاهلي بس. بس انا رغبتي رايحه للاهلي، لكن في اكتر من عرض في دماغي، لكن انا رغبتي رايحه للنادي الاهلي. بس عندي برضو يعني فريق الاعداد بيقول لي ان انت رحت النادي الاهلي في الجزيره وقعدت. انا قاعد مع اصحابي. لا انا قاعد مع اصحابي. صعب يعني لا والله يا كابتن انا رحت لاصحابي. النادي الاهلي اليومين دول عشان تقعد مع اصحابك؟ لا يا كابتن انا رحت لان انا بص يا كابتن كريم، اكيد في اتفاق ما بينك وبين الاهلي، مش حاجه مش عيب يعني. ما هو مش عيب، بس انا بتكلم يا كابتن ان انا رحت الاسباب، لان انا والله العظيم يا كابتن من ساعه ما تخيلت ان الاهلي ودخل، انا تخيلت ان انا راجع النادي الاهلي تاني من غير ما اعمل اي حاجه. انا تخيلت ان انا موجود وسط اصحابي، لان انا رحت سلمت على حارس، سلمت على الناس اللي هم الناس اللي من زمان معايا. انا ده اللي انا رحت عملته، وخدت عربيتي ورجعت على البيت. حتى لو رحت عشان تتعاقد او تتكلم او تتفاوض مع مسؤولين مش عيب برضه. مش هينفع اتعاقد مع نادي وانا بلعب في نادي كبير. انت بتقول في شرط جزائي 1.5 مليون. ماشي، ما هو الشرط بس لسه الشرط ما خلصش. لما اخلص نفسي يا كابتن ابقى اروح امضي للنادي الاهلي. مش هحط نفسي انا في مأزق واقول ان انا مضيت للنادي الاهلي. ومستر كامل الراجل انا بقول لحضرتك ليه؟ لان الناس مفهماه غلط، قالت له ان انت النادي الاهلي خد احمد فالموضوع دخل في حساسيات ودخل في عند. طب هو الموقف اللي احنا فيه بقى؟ احكي لي دلوقتي. الموقف اللي احنا فيه ان انا عقدي ماشي بيه قانوني وسليم. بس انا كاحمد شديد انا بتمنى امشي بطريقه شرعيه، بتمنى امشي بطريقه افضل من كده. تمام. بتمنى راضي جمهور بورسعيد ان مستر كامل يتعاون، والنادي الاهلي هيتعاونوا معاه اكيد وهياخدوا في الكلام. انا اخر مكالمه سامعها لمستر كامل قبل ما اخش ان هو احمد شديد رغبته يلعب للنادي الاهلي. انا ما عنديش مشكله، انا كنت فاهم الكلام غلط. احمد شديد رغبته يلعب للنادي الاهلي وانا ما عنديش مشكله. احمد شديد هنقعد مع النادي الاهلي لما ارجع من المغرب، وفي لعيبه انا طالبها وفي حاجات انا طالبها هنمشيها وديه. هو احلى حاجه عارف ايه يا احمد؟ اللي هو مش عايزين الفتره الجايه يبقى في مثلا
مشاكل ما بين الجماهير ما بين اداره الانديه، عايزين الامور تمشي مش هيحصل كويس. مشاكل يا كابتن ان شاء الله. لان النادي الاهلي نادي كبير مش نادي صغير. انا بدافع عن النادي الاهلي برضه يا كابتن عشان انا بقى لي 7 سنين في النادي الاهلي. اكيد وده حقك مش حاجه عيب طبعا. يعني برضه عشان الناس ما تفهمش ان انا بقول كده عشان انا رايح النادي الاهلي. انت لعبت في النادي الاهلي وخدت بطولات الحمد لله 12 بطوله من النادي الاهلي لازم ادافع عنه. طبعا. النادي ده اعلى اسمي وتدافع عن المصري كمان. وبدافع عن المصري لان المصري لازم. ما انا بقول يا كابتن ان المصري جه في يوم من الايام الناس دي بعد ما مشيت من النادي الاهلي خدوني كده قالوا لي انت هتبقى جامد هنا. الناس حطوني في الملعب، الناس وقفوا جنبي 3 سنين مواسم، وقفت على رجلي بقيت لعيب الحمد لله. هناك ليا اسم ليا تاريخ في النادي المصري. دي بعض اهدافك مع النادي المصري، وانت فعلا تألقت يعني مع النادي المصري بفتره 3 سنين، فتره كبيره. وفي نفس الوقت يا احمد برضو يعني زي ما قلنا ان الموضوع يمشي بشكل شرعي من خلال مستر كامل. هو هيمشي ودي يا كابتن ان شاء الله، بس انا الموضوع ان هو الموضوع قانوني من ناحيتين يعني. طيب تعالى نشوف مستر كامل ابو علي، هو معانا برضو من المغرب دلوقتي، ونشوف هيقول لنا ايه ونحلها بشكل ودي عشان ولا مستر كامل يزعل وجمهور بورسعيد ولا حتى يبقى في مشاكل ما بين جمهور الاهلي والجمهور المصري. مستر كامل ازاي حضرتك؟ ازيك يا كريم، اخبارك ايه؟ اخبارك ايه؟ ترجع لنا بالسلامه ان شاء الله. الله يسلمك يا ريس. يعني طبعا احنا النهارده معايا احمد شديد قناوي، وعايز اشكرك على الصفقات الكبيره اللي انت بتعملها للنادي المصري وبتقوي فرقتك وعايز تنافس على الدوري، لكن عايز اعرف من وجهه نظرك ايه مشكله احمد شديد؟ الكل عارفها واحمد عارفها كويس جدا. احنا احمد كان ليا سنه كمان مع النادي المصري اللي هي سنه 2011 2012 كانت السنه دي اللي احنا اللي عدت، وبعدين اتفقنا مع بعض ان هو هيمد سنه كمان، يعني هيبقوا 2 سنين، ومضينا عقد على هذا الكلام. وكان هو بالنسبه له المشكله بالنسبه له لو انا مشيت ممكن الناحيه الماليه متاثر، ورفعنا المرتب بتاعه تقريبا اكثر من 40% للسنه اللي جايه والسنه اللي بعدها، رغم ان السنه اللي هي الموجوده السنه اللي جايه ديت معروفه مش مضطر نزودها، لكن زودت له اكثر من 40% من العقد بتاعه. وبعدين رحنا ننادي العقد في اتحاد الكوره، قال لا اضيفه الموسم الحالي اللي هو 2010 2011. ايوه. احمد بعد كده جه هو مضى العقد ثاني. وبعدين الموضوع اللي احنا عرفناه بعد كده ان في زي ما هما بيقولوا مثلا كلمه الاول ومش الاول، ولكن احمد ماضي تحت 2011 2012 اللي هو الشرط الجزائي تفاعل بعد نهايه موسم 2011 2012، واحمد عارف الكلام ده كويس جدا. يعني عقد احمد شديد قناوي لسه ناقص له 2 سنين مع النادي المصري، هو مد سنه كمان غير السنه اللي ناقصه له. بالظبط. والشرط الجزائي بعد السنه الجايه. بعد السنه الجايه. يدفع 1.5 مليون بعد الموسم اللي جاي اللي هو 2011 2012. لو حد يمشي يدفع 1.5 مليون. مظبوط. طب ايه ردك يا احمد برضه على مستر كامل؟ هذا مستر كامل كلامه صح. طب يعني انا مش كلام صح، انا سايب مستر كامل يتكلم للاخر لان هو مستر كامل دخل في موضوع عقود تاني. يعني دخلنا في موضوع العقود تاني، ما دخلناش في ودي، دخلنا في موضوع عقود تاني. انا بص يا كريم معلش يعني اتفضل معلش بره ان احمد موجود عندك ما كنتش هخش اصلا. ليه بس؟ احنا مش عايزين نعمل نتكلم رئيس نادي طبعا على حاجه زي اكيد. احنا بنقدرك بشكل كبير وحضرتك عارف يعني بس انا ما كنتش اعرف ان احمد موجود معاك في البرنامج. طيب انت شايف الموضوع يتحل ازاي لو احمد شديد عايز يروح النادي الاهلي يا مستر كامل؟ النادي الاهلي يكتب لنا، يخاطب النادي المصري بشكل رسمي. بالظبط بشكل رسمي ونقعد وتطلب ايه في احمد شديد قناوي؟ مبلغ ايه؟ احنا حددنا المبلغ كام؟ 5.5 مليون. انا حددنا المبلغ اول امبارح. حصل اتصال مع حد من اداره الاهلي بحضرتك بصفه وديه؟ النهارده في وسيط في وسيط عرض حل احنا حاليا بندرسه وهنرد عليهم بكره ان شاء الله. وسامع برضه حضرتك عايز 2 لعيبه من النادي الاهلي، عفروتو واحد اللاعبين الاخرين. يعني بص الموضوع هيخش فيه يعني الموضوع انا واثق لو احمد بعد عن الموضوع واستخدمنا القنوات الشرعيه واستخدمنا حق ربنا واستخدمنا كل شيء. ايوه. اصل لاعب الكوره واقف على رجليه يعني. لاعب الكوره واقف على رجليه. ايوه. فانا مش عاوز يعني ازيد في هذا الكلام، فعاوز يعني عشان احنا نكون راضيين على هذا الانتقال.